السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. تعالوا بينا ندخل في أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين دايما. يوم الأحد القادم إن شاء الله نادي الأهلي بيلعب أولى مبارياته في بطولة إفريقيا بإذن الله مع سان جورج الإثيوبي، وحضور 30 ألف مشجع أهلاوي هيكونوا في الاستاد إن شاء الله بعد موافقة الأمن على حضور ال 30 ألف مشجع. عايز أقول لكم إن كولر ما عندوش دلع في أي حاجة، أو إن هو يفضل أي لاعب ويدلعه في النادي الأهلي. في مباراة السوبر اللي فاتت اللي خسر نادي الأهلي، كولر لاحظ هبوط مستوى مروان عطية، وحس ان اللاعب دماغه مشغولة بعيد عن اللقاء وبعيدا عن المباريات. كولر قعد مروان عطية في مباراة المصري ودفع بالناشئ كوكا اللي عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا، ونزل مروان عطية في آخر 5 دقايق في اللقاء. بعد المباراة مباشرة ما كولر ما عداش الموضوع كده، بعد المباراة خد مروان عطية على جنب وقال له: انت النهارده كوكا نزل وعمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا، انت في الفترة اللي فاتت انت مشغول وبره الملعب، ويظهر ان الاشادة الكبيرة بيك على المستوى اللي انت عملته في الموسم اللي فات خلاك بعض الشيء طلعت عن تركيزك وما بقتش مركز في الملعب شوية. عشان كده انا عايزك تفوق لنفسك. وكوكا خد مكان ومحتمل ان هو يلعب المباراة اللي جاية كمان اساسي. عشان كده مروان عطية يعني كولر قال له الكلام ده عشان خاطر يحفزه. قال له: كرة القدم ما هي الا مجهود وتركيز بره الملعب وجوه الملعب، في التدريبات وفي المباراة الرئيسية. عايز اقول لكم ان حسام حسن قال عن صفقات النادي الاهلي ان النادي الاهلي جايب صفقات يحتل بيها الدوري. حتى لو حاولوا ان هم يوقفوه، النادي الاهلي صفقاته تخليه ان هو يحتل الدوري المصري. عايز اقول لكم ان رضا سليم من الاصابات، والكدمه اللي جات له في مباراه المصري مش هتاثر عليه في مباراه سان جورج الاثيوبي. ومعاه كمان بيرسي تاو اللي طبيب النادي الاهلي طمن الجهاز الفني وقال ان بيرسي تاو جاهز لمباراه سان جورج، ولكن احنا عارفين كولر هيعمل ايه. كولر هيقعده معاه على دكه البدلاء ومش هيغامر بيه عشان خاطر هو محتاجه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايز اقول لكم كمان ان كريم فؤاد بعد مشاركة كريم فؤاد في مباراة المصري ادى دافع كبير جدا 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 لأكرم توفيق اللي توهج في التدريبات اللي بتسبق مباراة سان جورج. وتوهج وتألق أكرم توفيق في التدريبات أسعد كولر جدا جدا جدا، وأسعده جدا جاهزيته للمباريات. كمان عايز اقول لكم ان المستشار محمد عثمان بالفعل قام برفع دعاوى قضائيه وملاحقه كل مروجي الاشاعات عن النادي الاهلي. ومش محمد فاروق بس ولا تين سبورت بس، لا ده في ناس تانية كمان، اي حد بيروج اشاعات عن النادي الاهلي. واداره النادي الاهلي اخذت قرار بطرد اي صحفي الجريده بتاعته هتنزل خبر فيك عن النادي الاهلي، او موقع للجريده هينزل خبر فيك عن النادي الاهلي هيتم طرده من افرع النادي الاهلي، وهيتم هيتم عدم التعامل مع الجريده اللي هتنزل خبر فيك عن النادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي خد قرار بعدم التعامل مع اون سبورت، غير نقل المباريات فقط لا غير. لا عاد هيبقى في حد هيروح يستضيفوه في اي برنامج، او اي لاعب هيعمل اي حوار مع اون سبورت، وهيتم قطع العلاقات مع اون سبورت لحين ان هم يعدلوا من اخبارهم ومسارهم تجاه النادي الاهلي. يعني الاهلي خد قرارات ان هو يحفظ حقوقه مع اي حد يروج الاشاعات عن النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان عمر سيد معوض اللاعب اللي الكل مصر بتتكلم عنه والمعايشات الكتيرة اللي عملها، تقريبا عين الحسود أصابت اللاعب أو أصابت الناشئ في مباراة الأهلي وسموحة للناشئين
اللي عمر سيد معوض كان متألق فيها، أصيب الناشئ بقطع في الرباط الصليبي، وعلى الفور إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب أصدروا قرار إن عمر سيد معوض يتعامل معاملة النجوم الكبار والصف الأول في النادي الأهلي، إن هو يروح يتعالج عند نفس الدكاترة أو نفس الدكتور اللي عمل عمليات أكرم توفيق وكريم فؤاد والصف الأول من النجوم، ويتم تأهيل عمر سيد معوض في اسباير بالدوحة بإذن الله بعد العملية. والأهلي مش هيسيب عمر سيد معوض، لأن عمر سيد معوض من أبرز المواهب في الكرة المصرية ومستقبل الكرة المصرية في النادي الأهلي. عشان كده إدارة النادي الأهلي هتقف تقف وقفة كبيرة جدا جدا مع عمر سيد معوض. واللاعب قدره كده، كان جاي له عرض كبير جدا من اسبانيا، وكان منتظر ان هو يتم السن القانوني عشان يقدر يسافر، ولكن هو قدر اللاعب كده. عموما قدر الله وما شاء فعل. نطلع من اخبار النادي الاهلي ونطلع لاخبار نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان ميدو في برنامجه بيقول لك اوعى تصدق ان جمهور الزمالك مش فارق معاه امام عاشور. لا، ده كل جمهور الزمالك كل ما يشوف امام عاشور بتيشيرت النادي الاهلي بيحصل عنده وجع وندم ان هو يعني حصل تفريط في امام عاشور. وخصوصا احنا عندنا كمان في معدين البرنامج واحد اسمه محمد، انا شفت دموعه نازله بعد اسيست امام عاشور لبيرسي تاو. ومش عايز اقول لكم ان جمهور نادي الزمالك كله موجوع جدا بسبب انتقال امام عاشور للنادي الاهلي. لكن هي الدنيا كده، انت ما معكش ماديات ان انت تسلك الامور في كام شهر، اضطريت ان انت تبيع امام عاشور عشان خاطر الدنيا تمشي معاك كام شهر. وعشان كده محدش يصدق ان جمهور نادي الزمالك مش فارق معاه امام عاشور. يعني نفهم من كده يا كابتن ميدو ان في حرقان جامد قوي 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 من جمهور نادي الزمالك ومن كل الزملكاويه ومن يعني ايه الاعلام الابيض تجاه امام عاشور. عايز اقول لكم ان الزمالك عايز يمشي اوسيريو عشان خاطر التصريحات اللي قالها في الجريده الاسبانيه، رغم ان الراجل ما قالش غير الحقيقه. عموما هم عايزين يمشوه، عايزين بقى راتبه يوفروه، عايزين يعملوا حته كرامه بقى ونقحت ان انت ما تتكلمش الكلام ده على اللعيبه، رغم ان هو اتكلم الحقيقه بجد على لعيبه نادي الزمالك. عايزين يجيبوا مين تاني بقى؟ ما هم ما عادوش بيشوفوا بقى مصلحتهم غير مع كارترون، وان كارترون هو المنقذ الوحيد لنادي الزمالك ولفريق نادي الزمالك، رغم ان كارترون اساسا ما كانش هيقدر يعمل حاجه مع الزمالك لولا التحكيم ولولا الوقوف جنبهم ولولا اتحاد الكوره اللي بيوجه البطولات. ما كانش عمل اي حاجه كارترون اللي عايزين يجيبوه للمره الثالثه ولا الرابعه، للولايه الثالثه ولا الرابعه لنادي الزمالك. عموما هنشوف هيعملوا ايه في الايام اللي جايه. هيشيلوا اسيريو، هيجيبوا كارترون، يعني زي ما بيقول لك ايه شالوا الدو، جابوا شاهين قال ما انتش نافعين. والامور اللي جايه هنشوفها هترسى على ايه في نادي الزمالك. عايز اقول لكم على حاجه، سيف الدين الجزيري تم استبعاده من مباراة بيراميدز اللي هتتلعب النهارده. حد يقول لي تم استبعاده ليه؟ عشان عدم جاهزيته؟ اقول لك لا، مش عشان عدم جاهزيته، ده سيف الدين الجزيري عمل مشكله مع المسؤول المالي والاداري لنادي الزمالك. نادي الزمالك عايزين يدوله جزء من مستحقاته ويدوله بالمصري مش بالدولار، وفي نفس الوقت يمضوه على اساس ان هو خد كل مستحقاته المتاخره من نادي الزمالك. والكلام ده على فكره معلومه جايه موثقه من قلب نادي الزمالك، وقليل جدا اللي هتلاقيه هيتكلم في النقطه ديت بعد كده. وانا لما بتكلم في نقطه يعني ما بحبش ان انا استفيض قوي 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 في النقط اللي انا بجيبها، ولكن عايز اقول لك ان الخبر ده خبر حقيقي، وان سيف الدين الجزيري عمل مشكله مع
المسؤول المالي والاداري لنادي الزمالك اللي كان عايز يديله مستحقاته بالفلوس المصري، رغم ان هو بياخد بالدولار، وفي نفس الوقت عايزين يديله جزء منها ويمضوه على انه خد كل مستحقاته المتاخره. واللاعب رفض الكلام ده خالص، رفض الكلام ده نهائيا وعمل مشكله كبيره. عايز اقول لكم ان الزمالك وبيراميدز النهارده جاتني معلومه مؤكده من قلب نادي الزمالك ان نادي الزمالك احتمال ما يلعبش اللقاء، واحتمال ان هو يتسحب من قدام بيراميدز ويخسر ال3 نقاط، بحيث ان هو ما يلعبش ويتهزم هزيمه تقيله تاثر عليه نفسيا في مباراته الافريقيه اللي جايه، وخصوصا ان هو مهزوم من ارتا سولار 2-0 على ارضه، وجاي في مباراه العوده خايف ان هو يعني الهزيمه من بيراميدز تاثر على اللاعبين وما يقدرش يوصل نادي الزمالك ويصعد، او ما يقدرش نادي الزمالك ان هو يكمل في البطوله. خايفين من الخروج، عايزين ان هما اللعيبه ما تتاثرش باي حاجه من بره عشان خاطر تركز يمكن يصعدوا في المباراه اللي جايه. عايز اطلع بقى واقول لكم على حاجه. الناس اللي عايزه جماهير النادي الاهلي تتعاقب باي طريقه، عايز اقول لكم ان اللي بيحصل مع جماهير النادي الاهلي عيب قوي. عايز اقول لكم ان التلكيك لجماهير النادي الاهلي عيب قوي. عايز اقول لكم ان الناس اللي بتخطط عشان تضرب جماهير النادي الاهلي في مقتل عيب قوي. عايز اقول لكم ان جماهير النادي الاهلي بيتدبر ضدها حاجات كتير جدا عشان يحرموا النادي الاهلي من جماهيره. اللي حصل مع جماهير النادي الاهلي في مباراة النادي المصري ان الجمهورين يعني ردوا على بعض بالكلام. جماهير المصري وجماهير النادي الاهلي الاثنين خرجوا، ولكن قعدت مجموعة بسيطة جدا من الجماهير في المدرجات لبعد الجماهير ما خرجت، وكسرت كام كرسي عشان يتقال ان جماهير النادي الاهلي هي اللي كسرت الكراسي ساعة ما هم كانوا بيتكلموا مع جمهور النادي المصري. ولكن للأسف الشديد الكاميرات جابت ان اللي موجودين ناس ما تنتميش للنادي الاهلي، وان الامن ساب المباراة وساب الجماهير وخرج قبل الجماهير ما تخرج، في حين ان الامن اللي بيأمن المباراة وبيأمن الجماهير وبيأمن الاستاد المفروض يكون اخر حد يطلع من الاستاد عشان خاطر يكون أمن كل حاجة. ولكن الموضوع بيتبان للكل ان هو متعمد، وان شركة الامن اللي مختصة بتأمين المباراة وتأمين الجماهير وتأمين المدرجات ادت الفرصة للناس ديت على اساس ان هم يكسروا الكراسي عشان ينتهموا في جماهير النادي الاهلي، ويتم ايقاف جماهير النادي الاهلي وحرمان النادي الاهلي من جماهيره. وعيب الكلام ده اللي بيحصل من جمهور من شركة الامن اللي تعتبر يعني سبب رئيسي في اللي حصل في كراسي استاد الاستاد اللي اتلعب عليه مباراة النادي الاهلي والمصري واستاد برج العرب. يعني الموضوع مدبر عشان خاطر يعاقبوا جماهير النادي الاهلي، واحنا بنقول عيب قوي قوي يحصل كده مع جماهير النادي الاهلي. المواضيع مفضوحة والمواضيع باينة جدا جدا جدا. النادي الاهلي مش هيسكت على حق جماهيره، وجماهير النادي الاهلي مش هتسكت على اللي بيحصل فيها من شركة الامن او من رابطة الأندية أو من اتحاد الكرة اللي بيخططوا عشان يحرموا النادي الأهلي ويحاربوه من خلال حرمانه من جماهيره في المباريات القادمة. أعزائي المشاهدين، لحد كده خلصت أخبارنا، لكن ما خلصتش حكايتنا. وبرضه من اللي بيسمعني لغاية دلوقتي، من فضلك انزل اعمل لايك وشير. من فضلك اللايك مش هيخسرك أي حاجة لما تعمله، لكن بيساعدنا في انتشار الحلقة على اليوتيوب. وقول لي ايه رأيك في اللي بيحصل ضد جمهور النادي الاهلي؟ هل ده يعني ينفع التلكيك لجمهور النادي الاهلي ولا ما ينفعش؟ اعزائي المشاهدين، بشكركم جدا، واللي بيسمعني
لغايه دلوقتي زي ما قلت ينزل يعمل لايك وشير للحلقه عشان توصل الكل على اليوتيوب. واللي بيسمعني لاول مره لو سمحت انزل بسرعه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتكم قناه الاهلاويه في الريف. اعزائي المشاهدين شكرا، والى ان التقي بكم لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.